الحقد والغل ممكن يعمل اكتر من كده بكتير. ايه الموضوع؟ من كام يوم احنا شفنا الطالبة اللي اسمها عائشة، اللي كانت قاعدة مع صديقتها في نفس الأوضة في نفس السكن، واكلين شاربين نايمين مع بعض، وصديقة صديقة. لما لقت صاحبتها جابت مجموع كبير وكتبت رغباتها، واولها كان طب، وكان ان شاء الله التنسيق هيجيب لها طب، غارت ما قدرتش تستحمل تفوق صاحبتها، فعرفت الباسورد وعرفت اخدت البطاقه تقريبا وعرفت البيانات، ودخلت غيرت لصاحبتها الرغبات بتاعتها، وحطت لها الاول كليه علوم، بعد كده ايه لغت كل الرغبات الاولى اللي كانت صاحبتها حطاها. واكتشفت بعد كده البنت ان اللي حصل. الشاهد يا بنات، مش اي حد ينفع صديقة، مش اي حد ينفع تدخليها حياتك، مش اي حد ينفع تحكي له على كل حاجة. اكم من ناس كتير جدا جدا قالوا ان ده صديق وعمره ما يعمل كده، وتفاجئوا ان الصديق ده اكتر حد بتجيلك الطعنة منه في ظهرك. ما بنعممش، واكيد في اصدقاء يتشالوا على الراس، وبقالنا سنين نعرف ناس اصدقاء حبايب، لكن للاسف لازم تدي ان انتي ما تديش الامان الكامل، ولازم تحرصي مفيش حد تدخليه حياتك ابدا ابدا بالشكل ده، ويبقى عارف عنك كل حاجه. ثانيا، اختاروا اصدقائكم كويس جدا، وربنا يبعد